أهلا سيدي. أهلا بك. في الحقيقة هذه التصريحات ليست جديدة. السيد بن كيران اعتاد أن يستعمل أسلوب الترهيب ضد مخالفيه في السياسيين. وبالنسبة لنا نحن حزب استقلال نعتبر بأن توظيف السيد بن كيران وحكومته لقضايا الفساد المالي لمواجهة خصومهم وترهيبهم هي مسألة غير أخلاقية ومسألة غير أيضا سياسية وتضر بالعمل السياسي. حزب الاستقلال يعتبر بأن مسؤولية رئيس الحكومة ومسؤولية الحكومة هو إعمال القانون وتحريك المتابعات القضائية ضد كل من يهرب الأموال إلى الخارج، ولكن أن يستعمل السيد بن كيران المؤسسة التشريعية للتشهير وللتستر. السيد بن كيران لم يفجر قنبلة، تصريحاته تضعه تحت طائلة القانون لأنه يعتبر متستر على من يعتبرهم مجرمين ومخالفين للقانون. سيد عمر، بطبيعة الحال السيد بن كيران يرد بالسياسة، وأنتم تتهمون أيضا الحكومة بالتقصير بالسياسة، ولكن لم يكن هناك أي رد لهذه الاتهامات من قبل حزبكم في الجلسة. لماذا لم تردوا وتفندوا هذه الاتهامات إن كانت كما تقول غير صحيحة أو باطلة؟ حزب استقلال رد في الجلسة، والفريق الاستقلالي بالبرلمان رد ببيان اعتبر أولا بأن هذه الممارسات تسيء إلى الديمقراطية وبأنها هروب من المساءلة، لأن حصيلة السيد بن كيران هي كارثية على المغرب. هو يريد أن يهرب من المساءلة السياسية عبر التشهير وعبر الترهيب. وبالمناسبة هذه ليست أول مرة يستعمل فيها السيد بن كيران هذا الترهيب، لقد جرب هذا الأسلوب منذ أن وصل إلى السلطة في المغرب، ولذلك فحزب استقلال عبر عن هذا الموقف بوضوح. يعتبر بأنه مسؤولية حماية المال العام ومسؤولية مكافحة تهريب المال إلى الخارج تقع على عاتق الحكومة، لأنه السيد وزير العدل هو رئيس النيابة العامة. وبدل التشهير بالناس وبدل كيل الاتهامات رئيس الحكومة، نعتبر في حزب استقلال بأن هذه الحكومة ترعى الفساد وتتواطأ مع المهربي المال إلى الخارج. لذلك ونعتبر بأنه في حزب استقلال بأن أسلوب الترهيب وأسلوب التخويف لن يثنينا عن معارضة الاختيارات اللاشعبية والكارثية لهذه الحكومة الفاشلة. سيد عمر العباسي، يعود بن كيران إلى التذكير بالشقق الفخمة في باريس، قاصدا الوزيرة السابقة ياسمين بادو. إذا أنتم تتهمون الحكومة بالتقصير، والحكومة يبدو أن لديها الكثير في جعبتها لتقوله عنكم أيضا. يا سيدي حزب استقلال يقول ما يلي في هذا القضايا: أي مواطن مغربي وأي مواطنة يجب على السيد بن كيران ووزيره في العدل أن يحرك المتابعات القضائية تجاههم بدل كيل الاتهامات المجانية. يمكن لأي صحافة غير مهنية أن تكتب ما تشاء حول من تشاء، ولكن أن يقوم السيد رئيس الحكومة بإعادة اجترار اتهامات مجانية واتهامات كيدية ضد أشخاص عموميين، هذا يعتبر عمل لا أخلاقي وهروب من المساءلة، ويضع السيد بن كيران تحت طائلة القانون. لأنه إذا كان يعرف أناس هربوا أموال إلى الخارج فبدل أن يتبجح باتهاماته لهم داخل البرلمان ربما تتحرك السلطات القضائية بعد. كان عليه يا سيدي أن يأمر وزيره في العدل بتحريك المتابعات تجاههم. لذلك وهذا يدل على أن ما قاله السيد بن كيران لا يعد أن يكون اتهامات باطلة هدفها الأساسي والمركزي هو الهروب من المساءلة، لأنه حصيلته هي كارثية بامتياز. عمر العباسي، عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المعارض، شكرا جزيلا لك.